تسييس هذا القسم. والخلافات كلها بيني وبين البرادعي هي الحته دي، ان انا كنت رافض جميع المخابرات الامريكيه وتقاريرها انها تتحط في الوكاله. البرادعي كان بيدخل جميع تقارير المخابرات في الوكاله، وعملنا كلاشز كتيره سواء كان ايران وكوريا الشماليه والعراق طبعا كان اهمها، وكوريا وسوريا ومصر. اختلفنا في كل هذه النقاط، ولكن تصاعد خلافنا في الفترة الأخيرة قوي في سوريا ومصر. جميل. الفترة دي اللي أنا قدمت فيها استقالتي، وقلت ما أقدرش أتعامل لا مع واحد زي البرادعي ولا مع وكالة مسيسة أمريكا هي اللي بتحركها. جميل. الدكتور محمد شاكر اللي كان داخل قصاد البرادعي سنة 97، الدكتور محمد شاكر إمكانياته القانونية أكبر بكتير من البرادعي. انا عايز اعرف بقى ليه الحقوقيين بيقولوا ان البرادعي عنده ابيلتي قويه جدا في القانون الدولي وما بيتكلموش عن الشكل اللي هو كسب بيه اصلا سنه 97؟ الدكتور البرادعي سقط 3 سنين عشان يمتحن سقط 3 سنين في امتحان الامتحانات اللي يخش الدبلوماسيه المصريه. تمام. هو خريج حقوق اعتقد بغير تقدير ولا حاجه. وبعدين حاول يخش كدبلوماسي وزاره الخارجيه، فسقط 3 مرات لحد ما اتاخد، بالرغم ان والده كان يعني شخصيه معروفه يعني. بعد كده هو الدكتوراه بتاعته في القانون البحري. قانون البحري. وبعدين راح عمل مع البعثه المصريه في امريكا، وقعد فتره من امريكا. هي دي الفتره اللي عليها مليون علامه استفهام، واللي انا بطعن في هذه الفتره وبقول في جهات سياديه في مصر معاها ملفات الفتره دي للبرادعي وعلاقته بامريكا ايه. تمام. امريكا قالت له وقالت ان بطرس غالي كان المفروض هيمد سنه ديسمبر 96 كان المفروض هيمد. بلغوا البرادعي انه امريكا مش هتمد لبطرس غالي، وانه هو المرشح، وانه طلب، هو بعت جواب لمصر. وهو المرشح للامم المتحده ولا الوكاله الدوليه؟ لا انا بقى مرشح امريكا. بعت خطاب لوزاره الخارجيه المصريه يقول لهم هذا الكلام، ان بطرس غالي مش هيمدوه، وكانه بيقرا الغيب. ايوه. وان امريكا مأيداني، وبالتالي يا مصر رشحوني. مصر عندها الملفات كامله، وده الكلمه الاولى اللي انا بقولها. لو البرادعي عايز يدافع على نفسه، مصر ليه رفضت ترشيح البرادعي في بدايه 97 ورشحت الدكتور محمد شاكر؟ الوطن العربي رشح محمد شاكر لسببين. اولا للكفاءه بتاعت محمد شاكر، خبره. السبب الثاني التقارير المشبوهه، الملف الغامض، انا بسميه الملف الغامض بتاع البرادعي في الفترات اللي هو كان عايش فيها في امريكا. البرادعي بعدها امريكا عملت المستحيل لايقاف محمد شاكر، وبعد ان محمد شاكر اخذ الاغلبيه، لكن الاغلبيه كانت لازم الثلثين مش الاغلبيه المطلقه. تمام. والدول العربيه ودول العالم الثالث وكله كانوا واقفين معاه، وحتى بعض الدول الاوروبيه كانت واقفه مع محمد شاكر. ايوه. في سفير او في عالم ذره اعتقد انسحب باين لما عرف ان الدكتور محمد شاكر داخل. لا ده العكس. هو حطه لواحد من سويسرا. جميل. فني شويه عشان ياخد اصوات عشان يمنعوا الثلثين من محمد شاكر. هذا الشخص لما جه البرادعي اتسحب. بقى محمد شاكر البرادعي لوحده. فخلاص ما كانش في مجال غير ان هم يختاروه. جميل. البرادعي بينكر دلوقتي ان هو كان صديق لهنري كيسنجر. ازاي يعني؟ ده هو عضو في اللي هي اللجنه اللي هي الانترناشونال كرايسيس جروب الاي سي جي بتاعه جورج سوروس، وهو صديق شخصي له، واعترف على فكره وسابها في شهر واحد واعترف بيها، بس هو بيقول يعني صديق عادي يعني. هو يعني واحد عادي وماله يعني. هذه المجموعه هي سبب البلاوي دي كلها اللي بتحصل، اختطاط الدول العربيه دي كلها والانهيارات دي كلها، ومرصوده ومسجله، واللي بيدور في اليوتيوب هيلاقي بعض الشرائط اللي نازله. سؤال بقى لحضرتك دلوقتي، البرادعي رجل قانون دولي، وقال للرئيس الراحل الرئيس السابق ارحل تلبية لمطالب شعبك. اوباما دلوقتي بيجلد الامريكان، احنا شفنا الشرطه الامريكيه بتجلد تمثيليه. ليه البرادعي ما يقدرش يقول لاوباما نفذ مطالب المتظاهرين في وول ستريت؟ بالظبط كده، لانه راجل قانون دولي، مش منطلق ان هو هيتدخل في شؤون الداخليه الامريكيه. لا لا لا، احنا عايزينك بما ان انت راجل قانون دولي وما كنتش عايش في مصر بس قلبك على المصريين في ميدان التحرير، دلوقتي قلبك يكون بشكل قانوني. انت راجل
بتزعم ان انت صديق شخصي لرؤساء دول اوروبيه وزعماء دول حول العالم قويه جدا. وريهم ان انت ديمقراطي لابعد الحدود، وطالب من اوباما انه يلبي مطالب المتظاهرين في وول ستريت وفي اوكلاند. ليه مش عايز يعمل كده؟ البرادعي ماشي باجنده واضحه وصريحه. البرادعي ده لو كان فعلا عنده اي انتماء قومي او دولي حتى كان يتصرف مع اسرائيل باسلوب تاني، اللي هو بيمثلوا على بعض ان اسرائيل معتبره البرادعي عميل لايران. أيوة. والعكس صحيح بالكامل. أيوة. البرادعي هو اللي طلع اول واحد يطلع التقارير المخابرات الامريكيه يحطها في تقرير وكاله ضد ايران. تمام. وهو اللي حول ايران مرتين لمجلس الامن. تمام. اسرائيل الجواسيس اللي بعتتها لمصر ايام الثوره كان لما بيتحققوا معاهم قالوا انتوا جايين ليه؟ قالوا احنا نمره واحد اسرائيل بعتنا لدعم البرادعي. بقى هو ده التمثيليه الساذجه اللي بيمثلوها مع هو واسرائيل، وبيدعي دايما ان في مشادات. لا، المصالح الاسرائيليه. انت رحت لما قابلت شارون، راح سنه 2004 قابلت شارون واخدته بالاحضان. طلعت في مؤتمر صحفي قال ايه؟ شارون قال احنا ما نقدرش نوقع حاليا، الظروف لا تسمح، احنا مش هنوقع الموقف دلوقتي. يقوم البرادعي يرد عليه ايه؟ يقول انا عندي تفاهم كامل للموقف الاسرائيلي. جميل. يعني انت رايح بتدعم الموقف الاسرائيلي هناك، مش الموقف الدولي. الموقف الدولي كان بيجبرك انك انت تقول لاسرائيل لازم توقع ولازم تفتش عليها. جميل. هسأل حضرتك سؤال. في 5 فبراير 2003 البرادعي قال لو امريكا دخلت العراق هقدم استقالتي. استنى بس، دي تمثيليه. البرادعي في 2008 أيوة. بالرغم ان هو اللي طلع تقرير ضد ايران وحولها لمجلس الامن، قال لو امريكا واسرائيل ضربوا ايران انا هستقيل، وهو عارف في هذا التوقيت تماما ان لا يمكن لا امريكا ولا اسرائيل يضربوا ايران ولا دلوقتي. دي كلها تمثيليه يعني، لان ايران تخطت المستوى انها تنضرب. لكن ايام العراق وفي فبراير زي ما انت بتقول، واحنا اللي كنا عاملين له التقارير ان العراق فاضيه وما عندهاش جنس حاجه، وحط نقطه على ان احنا ما لقيناش اي حاجه تدل على ان الاتهامات الامريكيه اتهام سليم. لكن سيادته كان لازم يكمل الجمله وشال النقطه وقال ولكن لا نستطيع ان ننفي الاتهامات الامريكيه، انا محتاج لوقت عشان ااكد دي. واضاف جمله ضحك بيها على الناس اللي احنا كنا كاتبينها في تقريرنا، وقلنا انها اسئله 3 اسئله تافهه لا تاثير لها على مفهومنا ان العراق وصل لحد الصفر. شال الجمله الاخيره انها تافهه وقال ال3 اسئله اللي الوكاله كانت بتشير لهم لم يجدنا اي اجابات مرضيه حتى اليوم. الجمله دي هي اللي خدها بوش بالنص. ايوه. وقال ان الوكاله لم تنفي، وان مدير الوكاله جاب حته عن تقرير الوكاله ان الوكاله لم تنفي الاتهامات الامريكيه، وجاب الحته الثانيه وان مدير الوكاله قال ان الاسئله المعلقه حتى الان لم نجد اي اجابه مرضيه عنها. اول كلمه عشان امشي. اتفضل. هو نازل ونازل على اساس ان هو يبقى رئيس لمصر، على اساس ان يقدم مصر لامريكا زي ما قدم العراق لامريكا. تمام. او يقدم الفوضى اللي زي العراق فيها لحد ما طلع تقارير كلها ضد مصر واساءه لمصر. كل الدنيا بتقول كده. دكتور لكن الا 6 ابريل اللي اختاروه النهارده رئيس المجلس، كل الاسئله كل الكراهيه بتاع الشعب المصري ضده، الا ان بتوع 6 ابريل دول عايشين في عالم ثاني. ليه؟ لأن التمويل الاجنبي والكلام البرادعي ده من اول وجديد تاني. الخطه الاجنبيه. اقول لك مصر مع الاسف اديته قلاده النيل. وانا شخصيا انا قدمت بلاغ من كام شهر ضد البرادعي، واول طلب ليا سحب قلاده النيل حتى يظهر براءته. انا بتهمك، انا مديك 6 اتهامات بقول فيها انك انت ضريت مصر ضرر بالغ سواء سياسي او قومي او اقتصادي يصل الى مرحله الخيانه. انا بطلب محاكمته، ومع الاسف النائب العام حفظ التحقيق ولم يبدا هذا التحقيق. طب ليه دلوقتي احنا المفروض بنعيش فتره تنفس لنسيم لنفس السؤال اللي انا بقوله، ان الجهات السياديه اللي موجوده في مصر اللي عارفه من زمان ملف البرادعي لم تفتح الملفات لحد دلوقتي. امتى هنحسهم؟ وامبارح قابلوا البرادعي مع الاسف، لان في قوه دلوقتي كتيره مش قادرين يسيطروا عليها.
هيفتح المجال. تخيل كده انه يجي يفتح، تعالى بقى يا برادعي حاجتك بتوع الخيانه العظمى والعماله. جميل. تخيل بقى الناس بتوعه اللي بتمولوا والبلطجيه اللي معاه، اللي هو بيمولهم بالفلوس، هيعملوا ايه؟ لا في دلوقتي قانون واكبر راس في الدوله بتتحاكم. فلما يتهم محامي او البلد تستقر بقى، البلد تستقر يبقى نقدر ننفذ طيب. القانون اللي بننفذه. طب هسأل حضرتك سؤال تاني. دلوقتي في شباب مغيب لما بيجي يكلمنا ويجادلنا في وضع البرادعي من اتهامنا ليه بالخيانه او العماله من تبرئته، بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا انتوا عايزيننا نقول لكم ايه حاجه حلوه البرادعي عملها في الفتره بتاعته؟ نقول له قولوا لنا حاجه حلوه. يقول لنا البرادعي، الشباب دي المغيبه، البرادعي منع امريكا واسرائيل من ضرب ايران، فاحنا نقول لهم ايه؟ لو هو عنده الابيلتي والقوه دي انه يمنع امريكا واسرائيل من ضرب ايران، ما منعهاش ليه من ضرب العراق؟ يقولوا لنا هو قال ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش. نقول لهم ما هو قال في الاخر بس حتى الان. وبوش قال السبب الرابع في ضرب العراق هو كلمه حتى الان. قال احنا من سنه 90 البرادعي بنقول لهم هانز بليكس سنه 97 قال لهم ايه؟ هانز بليكس بنقول لهم كده، بنقول لهم هانز بليكس سنه 97 الراجل اللي مش عربي ولا مسلم قال لهم البرنامج النووي العراقي وصل لمرحله الزيرو. طب ده احنا اللي عملنا التقليد ده على فكره، انا اللي عملته. حضرتك اللي عامله. انا اللي عامله، وقلنا العراق وصل للصفر، لكن بليكس يعني تفاهم معانا. جميل. ولكن كان وقتها التبديل بين البرادعي وبليكس. البرادعي جه سنه 98 وبعد قتال معاه وافق انه يتبعت التقرير لمجلس الامن ولم يفعله 5 سنين. 5 سنين بعتنا التقرير من العراق خلاص خلصت وتشيل العقوبات منه. 5 سنين ولم يفعله لحد ما جت 2003 عشان التمثيليه دي يجي يقول بقى. سؤال بقى مهم لحضرتك بقى. يعني البرادعي كان يقدر فعلا سنه 2003 يقول ان البرنامج النووي العراقي وصل لمرحله الصفر؟ من 98 يقول التقرير اللي انا كتبته واللي مش انا لوحدي، انا ومعايا طبعا الفريق بتاعنا، ان الولاء وصل لدرجه الصفر. لانه ممكن يقول المفتشين قالوا لي استنى 3 شهور تاني. لا المفتشين طبعا ما يقدرش. العراق تحت المراقبه الكامله. مش بس كده، انت اصلك الاسئله الاتهامات الامريكيه دي كانت من السطحيه اللي انا جاوبت عليها في 5 دقائق، يبقى كلها اكاذيب اصلا. لما بيتكلم يقول لك استوردوا الومنيوم تيوب، طب القطر بتاعها كام؟ الماتيريال ايه؟ يقول لك القطر 8 سم. طب 8 سم اعمل بيه ايه؟ اعمل بيه الضغط المركزي. انا راجل فني عارف انه لا يمكن تعمل ضغط مركزي الا ب 15 سم، لا يمكن تعمله الا بالومنيوم بيور، بيورتي بتاعته بطريقه معينه. يبقى الالومنيوم اللي انت بتقول عليه ده تروح تبله وتشرب غيره. تمام. طب ما احنا قلنا له الكلام ده، يعني كلام محدد. كل الاتهامات الامريكيه الفنيه وغير الفنيه خاطئه. طب ما حطيتش ليه نقطه بقى في كلامك؟ لازم تدي يعني حته كده تفتحها لي. لا هو كل شويه عمال يمثل التمثيليه في التلفزيونات، قاطع الشريط بتاعه، وناس جدعان من اللي بيجيبوا الشريط جايبه الشريط بالكامل. ايوه. وكل تقاريره انا موجوده عندي، قلتها كم مره بس على خفيف. خليك الحكمه. كمل بقى. خليك الحكمه صح. هي ما بنفكرش خالص. جزئين، جزء له مصالح ماديه واضحه. تمام. ودي بالمناسبه يعني اذا كان بتسجل انا معايا جميع الادله الكامله وبالصوت والصوره عن الفلوس اللي بيدفعها للجامعات دي. جميل. انا عندي ناس يعني قايله لي لو انت عايز، لو انا عايز اجيب 10,000 بني ادم هنا هجيبهم. كويس. وعارف ومنين ومنين ومنين. كويس. دي جزء. في جزء تاني بقى اللي هو عاش بحلم ان احنا انهيار بلد كامله، تمام. فساد كامل.